ده راجل عينه فارغة ما يملهاش غير التراب. الخيانة، المعنى الوحيد اللي تملي بنتكلم عنه لما بنتكلم عن الخيانة نقول ده راجل عينه زايغة. طب تعالوا نتكلم عن الموضوع بشكل مختلف. هل السبب الوحيد تملي للخيانة إن الراجل بتبقى عينه زايغة؟ أكيد لأ. سمعنا كتير عن قضايا قتل، ست قتلت جوزها ولما دورنا على السبب عرفنا إنها الخيانة. هل الخيانة تستاهل القتل؟ طب قبل ما تظلمي نفسك وتظلميه سألتي نفسك هو خانك ليه؟ ومن هنا تعالى أعرفك حاجة مهمة أوي. اللي خانك نوع من التلاتة. الأولاني ده اللي عينه زايغة، وده اللي فعلا ما يملاش عينه ولا حتى التراب. هو كده كده ربنا خلقه بالشكل ده، ما بيتغيرش وما تحاوليش معاه. أما التاني ده اللي مكبر دماغه، ده اللي شايف فيك عيوب وما فكرش حتى يواجهك بيها، وراح يدور على ناقص عندك مع حد غيرك وما فكرش يصلح معاك العيوب دي. أما التالت ده الضحية الحقيقية، ده ولا عينيه زايغة ولا مكبر دماغه، ده لقى فيك عيوب بجد وواجهك بيها وحاول يصلحها معاكي، لكن انت تجاهلتيها بغرورك بنفسك، وبالتالي هو كان ضحية لغرورك. في الأول وفي الآخر التلاتة خاينين، لكن مين فينا من غير ذنب؟ يا جماعة احنا دايما بنركز على اللي عامل الذنب وبنطلع نفسنا ملايكة وبنبقى عايزين نعاقبه أكبر عقاب، لكن لو ركزنا شوية يمكن نطلع احنا اللي محتاجين العقاب. أشوفكم في حلقة جديدة من مبادئ حب.